السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في مقطع جديد. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نشوف المشكلة اللي جايالي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 25 سنة. أنا طول عمري كان نفسي أعيش قصة حب بسيطة، ألاقي الشخص اللي بيحبني بجد، اللي يسمعني ويشوفني إنسانة مش مجرد لقب. بس للأسف حياتي مشيت في طريق تاني خالص. كل حاجة بدأت من حوالي سنتين. جالي عريس ابن عيلة، زي ما بيقولوا شاب حالته كويسة، شغله كويس، وسمعته وسط الناس مش وحشة. بس أنا من أول مرة شفته ما حسيتش بأي قبول. قعد قدامي بيتكلم عن شغله وفلوسه وأنا ساكتة ومش مرتاحة. لما خلصوا القعدة قلت لماما: ماما أنا مش عايزاه، مش حاسة إن ده الشخص اللي أعيش معاه. ردت عليا بحدة: انتي صغيرة ومش فاهمة، البنت ما تختارش بقلبها، الجواز عايز عقل، والعريس مش هيتكرر. تاني يوم بابا كلمني وقال لي: يا بنت ده عريس ممتاز وده قرارنا، ما تضيعيش الفرصة، انتي هتفضلي ترفضي لحد ما يفوتك القطر. وقفت قدامهم وحسيت اني ضعيفة، كأني ماليش صوت. حاولت أقول مش قادرة، لكن اترد عليا بكلمة حسمت كل حاجة: احنا أدرى بمصلحتك. جاء يوم كتب الكتاب، الكل كان فرحان بيتصوروا ويضحكوا، وأنا كنت قاعدة ببتسم ابتسامة مصطنعة، وفي قلبي كان في عاصفة، كان نفسي أصرخ وأقول أنا مش موافقة، لكن الصوت اتحبس جوايا. بدأ الجواز، ومن أول ليلة اكتشفت الحقيقة. لقيت نفسي مع واحد أناني، كل اهتمامه بنفسه، بيفكر في شغله، في مستقبله، في راحته، أما أنا مجرد ديكور، لقب مراته قدام الناس. كنت أفتكر إن أول أيام الجواز هي أجمل فترة، بس أنا لقيتها أصعب أيام حياتي. مفيش كلمة حلوة، مفيش حضن أمان. لو طلبت منه نقعد ونتكلم يرد علي: أنا تعبان، عندي شغل بكرة. ولو قلت له نفسي أشتغل أو أتعلم حاجة جديدة يقول لي: سيبك من الأحلام الفاضية، بيتك أهم. مرة كنت عايزة أروح أشوف صحابي، قال لي: صحاب إيه؟ انتي دلوقتي متجوزة، خليكي في بيتك. حسيت إني اتحبست أكتر، حتى لبسي بيتحكم فيه: ما تلبسيش كده، ليه نازلة كده؟ رجعت لأهلي اشتكيت لهم، قلت لماما: ماما أنا مش سعيدة، مش لاقية نفسي في الجواز ده. ردت عليا ببرود: استحملي، كل الستات كده، اهم حاجة بيتك وجوزك، اتعودي. الكلمة دي كسرتني، حسيت اني مش انسانة عندها مشاعر، حسيت اني مجرد بضاعة اتباعت وخلاص. بقيت كل يوم اصحى على احساس الغربة. البيت المفروض يكون سكن بقي قفص. الناس برا شايفاني عروسة محظوظة متجوزة ابن عيلة، وانا جوايا بعيط كل ليلة. في اوقات بقف قدام المراية واسأل نفسي: فين البنت اللي كان عندها احلام؟ فين البنت اللي كان نفسها تختار حياتها؟ فين البنت اللي كان نفسها تختار حياتها؟ بحس اني اتحولت لشخص تاني، شخص فاقد روحه. دلوقتي يا عبد الرحمن انا متجوزة لكن مش سعيدة، عايشة بس مش عايشة بجد، محبوسة في قفص كبير، كل يوم جواه بيخليني ابعد عن نفسي اكتر. وسؤالي ليك: هل استسلم واكمل حياتي في الجواز المفروض عليا، ولا من حقي ادور على حقي في السعادة حتى لو الطريق هيكون صعب ومليان تحديات؟ انا عايز اقولك في البداية، انتي في تفاصيل كتيرة مش ذاكراها، يعني انا عايز اعرف منك التفاصيل الباقية. انتي كاتبالي يعني حاجات كده، يعني زي تلخيص، مش كاتبالي كل التفاصيل. اولا انا عايز اعرف دلوقتي، انتي ربنا كرمك بعيال ولا لم ترزقي بعيال؟ عايز اعرف كمان دلوقتي، يعني انتي يعني لو قررتي مثلا تنفصلي او قررتي تتطلقي، هل اهلك هيقفوا معاكي
ولا هيسيبوكي وهيقولوا احنا ملناش دعوة وانتي ما سمعتش كلامنا. نيجي بقى للكلام الصح. انتي قلتي حاجات كتير يعني صعبة في المشكلة بتاعتك. انتي قلتي انك في حاجات كتير مش عايشاها ومش قادرة تعيشيها وهو مش معيشها لك. وانا يعني انا على قد ما انا مش عايز البيت يتخرب، انا مش عايز اقولك اتطلقي. وفي نفس الوقت انا خايف اقولك حافظي على البيت، اخاف انك تشوفي اللي فاقدك او اللي انت مش عايشاه تفتني من بره، او تشوفي او تبدأي تقارني بحد من اجواز صاحبتك او باي حاجة تشوفيها قدامك. تبدأي تشوفي الحياة، تشوفي نفسك بعد كده بطريقة أسوأ، او نظرتك للحياة تتغير تبقى الأسوأ. فانا عايز اقولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هتقدري تتحملي وتكملي على كده. لعل وعسى زوجك ربنا يصلح حاله شوية كده، لعل وعسى يكون هو دلوقتي في ضغوط، في مشاكل، حاجات زي كده، فهقولك اتحملي. لكن انه هو اصلا عنده برود المشاعر، مفيش اهتمام، ما بيديكيش من وقته، ما بيعاملكيش كزوجة وكحبيبته كشريكة العمر، يبقى صعب ان اقولك كملي معاه، لانك هتصبحي معاه ميتة. لان انت دلوقتي يعني يعتبر في عز شبابك، عايزة تعيشي اجمل ايام حياتك. غير كده انت قلتيلي انك ما عشتيش، انك كأنك عروسة في ايام جوازك الاولى، يعني جوازك من الاول كان صعب. تاني حاجة بتقولي انك تستسلمي وتكملي حياتك في الجواز المفروض عليكي، ولا من حقك تدوري على حقك في السعادة. لا طبعا انت حقك تدوري على حقك في السعادة. يعني انت ده مش فرض عليكي، انت لازم تعيشي زي اي عروسة، زي اي زوجة. لازم زوجها يكون بيهتم بيها، بيديها من وقتها، بيخرج معاها، يعاملها كإنسانة، مش يعاملها كأنها سلعة أو كبضاعة اشتراها. يعني أنت لازم من حقك كزوجة عليه إن يعاملك كإنسانة، يعني لحم ودم ومشاعر. لازم يهتم بيكي ويعوضك ويعيشك الحياة اللي أنت عايشاها، عشان برضي الحياة ما هي إلا يعني فتن. الحياة لابد إنك، يعني أنا أخاف إني أقول لك لا ما تطلقيش وتمسكي وعيشي ومعلش، وأخاف إنك في يوم من الأيام تفتني بحد، ولا حد يلمح لك بكلمة حلوة ولا بتاع، تكوني أنت فاقدة لشيء معين، فتسمعي لكلمة من حد مثلا بره أو بتاع، فتسمعي لكلمة حلوة من حد بره ولا بتاع ولا حاجة زي كده، تتأثري. فأنا والله أنا شايف إن أنت لابد إنك يعني قولي لي باقي التفاصيل، قولي لي عشان أكيد لو في تفاصيل أكتر هعرف أحكم أكتر. يعني في حاجة مهمة جدا أنا كنت عايز أعرفها، ألا وهي أنت ربنا يعني رزق منه بأولاد أم لم ترزق بأولاد؟ لان ساعتها الحكم او الكلام بيختلف. الكلام بيختلف، لان لو عندك عيال هقول لك لا انت اصبحتي مسؤولة عن عيال. بكرة وبعده العيال لو اتطلقتي مش هيعيشوا حياة مستقرة او حياة سوية، هيدمروا نفسيا. فانا عايز اعرف منك باقي التفاصيل. بس اللي عايز اقوله لك يعني انت من حقك تدوري على السعادة، ومن حقك تعيشي زي اي عروسة، ومن حقك يعني تلاقي منه الاهتمام والحب ويديكي من وقته. دي حاجة مهمة لابد انه يديها لك. فانا هقول لك ان شاء الله ان شاء الله يعني لعل وعسى انها تكون فترة كده، فترة ضغط هو بيعدي بيها او فترة مشاكل، وان شاء الله يكون لك او يعود لك احسن من الاول. بس انت لازم تكلمي اهلك في الموضوع ده، عشان لو انت
يعني صممتي او اتطلقتي، من سيعولك في الفلوس؟ من سيصرف عليكي؟ لان ممكن اهلك بعد ما تتطلق او بعد ما تصري على حاجة معينة يقولوا لك احنا ملناش دعوة او كلام زي كده. فانتي لابد انك تشوفي اهلك، ادرسي الامر، حتى لو يعني ممكن تعملوا جلسة تخلي اهلك يقعدوا معاه، انه لا، لابد انه يهتم بيكي، يديكي من وقته، انك لك حق عليه، انت ليكي حق عليه. لازم يعني يديك اللي انت عايزاه ويوفر لك وقت ويطلع معاكي، مش مجرد سلعة. بنات الناس مش لعبة، يعني بنات الناس دي إنسانة لحم ودم ومشاعر، لابد إن يهتم بيكي. بس أنا طبعا يعني متواجد، لو في أي حاجة أنا تحت أمرك. وطبعا أنا مستني رأي المتابعين في التعليقات. يا بنات، انتوا لو مكانها هتعملوا ايه؟ وان شاء الله يعني اكون قدرت افيدك بحاجة، واشوفكم في حلقة جديدة. الى اللقاء.